بإطلالة خلابة على وادي الفرات تستقبلك مملكة إيمار، وبوجه أكسبته السنون هيبة تخبرك حجارتها ما لم تكن تعلم، فتاريخها الذي يعود للألف الثالثة قبل الميلاد تشهد عليه نقوش مدافنها. كانت هذه المدينة تلعب دورا هاما جدا كعقدة مواصلات نهرية بين بلاد الأناضول من جهة وبين بلاد الرافدين من جهة أخرى. بدأت التنقيبات الأثرية في هذه المنطقة في عام 1972 من خلال البعثة الفرنسية الإنقاذية. حاولت هذه البعثة أن تكشف عن الكثير من الآثار المهمة قبل أن يتم غمر معظم هذه المدينة الأثرية بمياه البحيرة المتشكلة عن سد الفرات. لكل إنسان وطنان، وطنه وسوريا، هذا ما قاله المؤرخ الفرنسي أندري بارو مدير متحف اللوفر. ولحماية وطن الجميع من العبث بادر المجلس الثوري في مسكنة للحفاظ على هذا الموروث الحضاري من خلال نقل اللقى الأثرية لأماكن آمنة وحماية المواقع. قمنا بعدة إجراءات للحفاظ على هذه الثروة الوطنية وحمايتها من اللصوص والعابثين. تمثلت هذه الإجراءات بعدة أمور، منها تفعيل دور حراس الآثار، وذلك من خلال صرف رواتب شهرية لكل منهم وتقديم السلاح اللازم لهم. كما قمنا بنقل الموجودات الأثرية إلى أماكن آمنة تخضع لحراسات مشددة، ونقوم بشكل دائم بإرسال دوريات لمؤازرة حراس الآثار وتقديم المساعدة اللازمة. إلى جوار معبدي بعل وعشتروت اللذين يعودان لعصر البرونز تظهر المئذنة الأيوبية كأبرز المعالم الإسلامية للمدينة التي أسماها المسلمون بعد فتحها بالس. ويطبق المجلس الثوري إجراءات السلامة التي أوصت بها بعثتا جامعتي توبينغ الألمانية وبرينستون الأمريكية، لأن معظم أجزاء إيمار الأثرية قد غمرت بمياه البحيرة، ولم يبق منها سوى القليل الذي تحميه أسوار طاعنة في ترويض الأعداء. قلاع سقطت وأخرى صمدت، تروي للأجيال ما فعله الحكام، تمجد بعضهم وتلقي بآخرين من مجرى التاريخ إلى مجاريه، فهل من معتبر؟